اتفضل. البعض محدش تحدث عنها كثيرا يعني. يعني اطلب برضو مراجعه الوضع فيما يتعلق بحلايب وشلاتين، ونشوف ايه اللي كان مكتوب فيها وتم التعامل معاها ازاي، لانه كان نفس الوضع ان في مرحله من مراحل وزير الداخليه المصري طلب من السودان اداره حلايب وشلاتين، ثم مصر استردت هذه الارض التي لدينا السياده الكامله عليها. فيجب ان نراجع مواقفنا جيدا. بس مصر دوله مبادئ تحترم التزاماتها وتحترم القانون الدولي. طب فندم اسمح لي، فرق كبير ما بين السياده وما بين الاداره. طيب ممكن تسمح لي بكم سؤال كده يا فندم؟ اتفضل. طيب فيما يتعلق، حضرتك طرحت حلايب، انما مثلا حلايب وشلاتين احنا لينا جنود ماتوا هناك، في ناس بتدافع عنها، في ناس قاعده هناك من سنوات طويله، مصر مارست السياده والملكيه على هذه الارض. طيب امتى السعوديه كان لها شهيد مثلا على جزيره من الجزيرتين اللي رجعوا لهم دلوقتي؟ ده رقم واحد. خليني اتفضل. طب لا اتفضل. لا انا الحقيقه هنا بتكلم كلام قانوني وموثق، مش بتكلم في مسائل عاطفيه يا استاذ خالد. يعني ايه؟ يعني المملكه العربيه السعوديه طلبت من مصر تامين الجزيرتين دول، وكان لمصر مصلحه ايضا في تامينها لانها متخمه للحدود المصريه وفي منطقه حيويه وفي وقت كان في حرب مع اسرائيل. فالتقت المصلحه العربيه المصريه والسعوديه بان الجنود المصريين يتواجدوا في هذه الجزيره لحمايتها. طيب هل في يعني جزيرتين